الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عشر في العشر، عشر من أحب الأعمال في أحب عشر يعبد فيها الله سبحانه وتعالى. هذا الرابع من هذه العشر كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن، كلام الله جل وعلا الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. خير كلام يقرأ ويسمع هو كلام الله جل وعلا، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذه العبادة العظيمة التي هي من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وما ذكر الله جل وعلا عبد ذاكر بأحب إليه من كلامه سبحانه وتعالى، ولا تقرب إليه بأحب من كلامه. لذلك كان الحرف منه أيها الأحبة ب10 حسنات. من قرأ حرفا من كتاب الله كتب له به 10 حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أي أجر من هذا أعظم؟ هذا القرآن الصفحة منه الواحدة أيها الأحبة، صفحة من كلام الله جل وعلا ب5,000 حسنة، والجزء ب100,000. الجزء لا يأخذ منك يا عبد الله نصف ساعة. الله جل وعلا أعطاك في اليوم 24 ساعة تفعل فيها ما شئت، تنام وتأكل وتشرب. اعطي من كل ساعة من هذه الساعات دقيقتين فقط لكلام ربك سبحانه وتعالى، تستطيع أن تقرأ جزئين من كلام الله جل وعلا. القراءة القرآن والتعبد لله جل وعلا بالقرآن خير من الدنيا وما فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يتعلم آيتين من كتاب الله جل وعلا خير له من ناقتين. ناقتين كمواويين من أعظم الأموال عند العرب، يعني أفضل من آخر موديل وأفخم السيارات، يعطوك بكل آية سيارة منها. لتعلم أن قراءة القرآن والتعبد لله جل وعلا بقراءة القرآن خاصة في هذه الأيام. فاحرص أخي المؤمن وأختي المؤمنة أن يكون لك ختمة في هذه العشر. ختمة كم تحتاج منك؟ أن تقرأ في اليوم 3 أجزاء، ساعة، من ساعة إلى ساعة ونصف إلى ساعة و10 دقائق تقرأ هذه 3 أجزاء، فبإذن الله جل وعلا تختم القرآن 30 جزء تختمها في هذه العشر، وهي من أحب الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. فلا تفرط، لا تضيع هذه الأيام. يعني كم مضت علينا من أيام وتحدثنا فيها وأكلنا وشربنا وتونسنا وفعلنا ما فعلنا، فهذه الأيام اجعلها لله واجعلها مع كتاب الله سبحانه وتعالى. بلغنا الله وإياكم العشر وأعاننا فيها على عظيم الأجر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الجسم قوت، وفي الوقت عمرت، وفي القلب أسعدت. اللهم ارزقنا وإياكم البركة في كل شيء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الأحد الصمد أن يرزقنا وإياكم بركته في بيوتنا وصحتنا وحياتنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا وجميع ما نملك. اللهم آمين. اللهم صل على نبينا محمد.